أخو البنات أكل ميراثهم بحجة إنه الولد الوحيد على 4 بنات، وطبعا بمساعدة الأم اللي شايفة إن البنات اتجوزوا جوازات حلوة وكلهم مرتاحين ماديا عن أخوهم، علشان كده طلبوا إن كل بنت تاخد نص ميراثها بس وتسيب باقي الميراث لأخوها. طبعا هنا البنات اعترضوا ورفضوا، وكانت النتيجة إن الأم هددتهم بالقطيعة وبالخصام مدى الحياة ما بينها وما بينهم وما بين أخوهم كمان. وطبعا هنا البنات مش عارفين يعملوا إيه، يا إما يوافقوا يا إما يشتكوا ويطلبوا حقهم الشرعي ويرفعوا قضية أو مطالبة بميراثهم الشرعي. انتم في رأيكم هنا البنات يعملوا إيه؟ استنتظر رأيكم في التعليقات. أخو البنات أكل ميراثهم بحجة إنه الولد الوحيد على 4 بنات، وطبعا بمساعدة الأم اللي شايفة إن البنات اتجوزوا جوازات حلوة وكلهم مرتاحين ماديا عن أخوهم، علشان كده طلبوا إن كل بنت تاخد نص ميراثها بس وتسيب باقي الميراث لأخوها. طبعا هنا البنات اعترضوا ورفضوا، وكانت النتيجة إن الأم هددتهم بالقطيعة وبالخصام مدى الحياة ما بينها وما بينهم وما بين أخوهم كمان. وطبعا هنا البنات مش عارفين يعملوا إيه، يا إما يوافقوا يا إما يشتكوا ويطلبوا حقهم الشرعي ويرفعوا قضية أو مطالبة بميراثهم الشرعي. انتم في رأيكم هنا البنات يعملوا إيه؟ استنتظر رأيكم في التعليقات. أخو البنات أكل ميراثهم بحجة إنه الولد الوحيد على 4 بنات، وطبعا بمساعدة الأم اللي شايفة إن البنات اتجوزوا جوازات حلوة وكلهم مرتاحين ماديا عن أخوهم، علشان كده طلبوا إن كل بنت تاخد نص ميراثها بس وتسيب باقي الميراث لأخوها. طبعا هنا البنات اعترضوا ورفضوا، وكانت النتيجة إن الأم هددتهم بالقطيعة وبالخصام مدى الحياة ما بينها وما بينهم وما بين أخوهم كمان. وطبعا هنا البنات مش عارفين يعملوا إيه، يا إما يوافقوا يا إما يشتكوا ويطلبوا حقهم الشرعي ويرفعوا قضية أو مطالبة بميراثهم الشرعي. انتم في رأيكم هنا البنات يعملوا إيه؟ استنتظر رأيكم في التعليقات.